اهلا بيكم في قناه عالم تصليح الساعات. النهارده يا جماعه هنتكلم، احنا دخلنا في حكايه تزييت الساعات دي، فعايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا. ازاي نزيت يا جماعه الحجر اللي في الساعه بطريقه مثاليه، وازاي نزيت اهم حجر في الساعه اللي هو الحجر اللي موجود في البالانس، اللي هو مضاد للصدمات، اللي احنا هناخد تركيبه وهنقول. خدوا بالكم هنا البالانس اهو زي ما انتم شايفينه اهو، عبارة عن ايه؟ في محور فوق اهو ومحور تحت زي ما انت شايف اهو. المحور ده اللي فوق وده اللي تحت، وده يعتبر البالانس. ده تقل البالانس ده اللي هو اللي انتم شايفينه ده، هو ده اتقل حاجة في الساعة، هو اتقل حاجة في الساعة. فهو ده بيخليه يروح ويجي ويلف ويروح ويجي، بحيث ان ايه؟ التقل ده هو اللي بيخلي البالانس ده يشتغل طول النهار والليل، ما يوقفش زي قلب البني ادم. وطبعا انتوا شايفين هنا في الحجر اللي تحت دوت اللي بيحرك الشاكوش اللي انا بشاور عليه. فتشوفوا معايا كده بيتحرك قد ايه. بصوا هيحصل ايه دلوقتي. يفضل يتحرك كده على طول. فشوف انت، تخيل المحور اللي انا بشاور عليه ده عمال شغال ليل نهار، شغال ليل نهار، فطبعا في احتكاك جامد جدا، فلازم يتحمي. الى جانب كمان ان انا اي خبطه في الساعه ده يعتبر ارفع محور في الساعه، ارفع محور في الساعه، وبالذات اللي فوق ده اللي هو ده اللي انا بشاور عليه ده. فطبعا ده لازم نحميه من الصدمات، لان اي خبطه في الساعه، وقعت الساعه تلاقي ضحك اتكسر، خلاص انتهت الساعه، وصعب جدا تصلحه، تضطر تخرط بداله شغلانه وما تلاقيش له بديل، وشغله صعبه جدا. فزي ما احنا متفقين بنقول دلوقتي ان احنا عندنا المحور ده والمحور ده اهم محورين في الساعه كلها، اللي هو موجودين في البالانس، فلازم نحميه بطريقه معينه، ان احنا نعملها بيبقى ضد الصدمات خالص، وما يقاوم كل حاجه، لو وقعت الساعه ما يتاثرش. فعملوا سيستم، السيستم ده اخترع سنه 1948. اي ساعه تلاقيها فيها المضاد الصدمات دوت، الانتي شوك دوت، فتعرف ان ديت معموله بعد سنه 1948 ميلاديه، يعني في حدود من 80 سنه. طبعا ناس بتفكر وناس بتخترع. تعالوا نشوف كده شكل الحجر الطبيعي ايه، وشكل الحجر المخصوص بتاع البالانس ده ايه. قبل ما ندخل على الحجر مضاد الصدمات بتاع البالانس، شوفوا هنا منظر الحاجات الحمراء دي، ده عبارة عن ياقوت حجارة، ياقوت حجارة كريمة، اللي هي عبارة عن الجولز اللي موجودة في الساعة، اللي بتحافظ على محور الساعة. كل واحدة هتلاقي هنا مثلا دي كبيرة، الخرم هنا كبير اللي بشاور عليه. ليه؟ لأن هنا ترس كبير موجود، محوره كبير، هنا أقل هنا أقل، زي ما أنت شايف على حسب حجمه. شوف هنا صغيرة قد إيه، حاجة يعني لا تذكر. طبعا دي مهمة جدا جدا جدا، زي ما أنت شايف كده. نفس الحاجة من الناحية التانية يبقى باين أكتر أهو. شايف المنظر هنا والمنظر هنا والمنظر هنا، وادي جول من الجولات المهمة جدا المضادة للصدمات. ده يا جماعة منظر الحجر الكريم، الياقوت اللي موجود في الساعة، اللي هو بيحافظ على محور الترس. شوف هنا بيبقى تصميمه ازاي، زي الطبق بالظبط، بس في خرم هنا، الخرم ده هو ده اللي بيطلع منه محور الترس. طيب شايف هنا كده، بص منظره اهو، منظره اظن هتشوفه واضح جدا اهو. شايف في تجويف هنا، التجويف ده هو ده اللي بنحط فيه الزيت، بس الزيت ما يطلعش بره هنا خالص، الزيت ما يجيش على الحرف ده بره، قلتها 100 مره قبل كده. الزيت بس في الحته دي، لان لو طلع بره هيجي على الترس، وهيجي على معدن الساعه، وهيجي على التخته بتاعت الساعه، ويجمع اتربه ويجمع شوايب، ويبقى يعني يبوظ اي ساعه بسهوله. فده حاجه مهمه جدا يا جماعه. اللي احنا بنتكلم فيه ده عباره عن حجم كله ملي، يعني قطر كله ملي، يعني حاجه صغيره جدا واقل من ملي كمان. فزي ما انتم شايفين بيبقى هنا املس، بيدخل المحور هنا اهوت في الحته الفاتحه دي، ومن هنا الناحيه التانيه يبقى في التجويف اللي انت شايفه اللي هو في الزيت. بنحط الزيت هنا اهوت عشان يزيته، عشان يدخل يدوب قدر معين بسيط خالص، يدخل هنا في الفتحه ديت، يدوب يزيت الايه، المحور بتاع الترس. طيب هنيجي دلوقتي لل الجويل بتاع الصدمات، او زي ما انتوا هنا شايفين يا جماعه في البالانس اللي موجود هنا، واللي انتوا شايفينه كويس قوي ده. شايفين المحور بيبقى فين اهو، ادي الهير سبرينج اللي هو الشعره اللي موجوده دي، وادي محور موجود تحت رفيع جدا زي ما انت شايف اللي انا بشاور عليه، ومحور فوق هنا اهو، هو ده بقى اللي عايزين نحافظ عليه، بحيث ان هو ما يتكسرش، لان التقل ده كل تقل الساعه اي خبطه ممكن تقوم جايه كسر المحور ده، او كسر المحور اللي تحت ده. فبيدوا حاجه بحيث تدي فراغ، بحيث المحور ده كله من تحت لفوق يقدر يتحرك لفوق لتحت او يمين وشمال، بحيث ايه؟ يبقى ما يتاثرش باي صدمه بان الساعه تقع،
او الساعه تجيلها خبطه او اي حاجه، فتلاقي الدنيا راحت بايظه وكسر المحور ده وباظت الساعه خالص. ده النظام القديم في الساعات، ما كانش فيه اي حاجه، ما كانش فيه جول، كان مجرد فتحه عاديه خالص، يدخل اي خبطه جامده، اي خبطه جامده هنا تبص تلاقي خلاص راح اتكسر المحور ده او اتكسر المحور اللي تحت. هنبص هنا اهو يا جماعه، ادي نظام سيستم مضاد الصدمات بتاع البالانس اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. شوفوا نظامه ازاي اهو. كان الاول مفيش حاجه خالص، كل الحاجات دي اللي انا بشاور عليها 1 2 3 4 دول مش موجودين خالص، كان مجرد المحور بيطلع كده عادي خالص، واي خبطه تبوظه وتبقى مشكله جامده جدا. فاخترعوا حاجه، عملوا زي طرف نحاس موجود كده يتحط فيه جول، عشان الجول دوت يطلع منه المحور بتاع البالانس، وكمان يتغطى بايه، بغطا تاني، وكمان يتحط فيه حاجه زي سبرينج يعني سوسته كده، بحيث ان هي دي اللي هتعمل لنا الشوك سيستم، انتي شوك سيستم، اللي هي هتبقى ضد الصدمات. يعني ايه اهو زي ما انت شايف، هتبتدي تركب اهو. بص بيحصل ايه، بتركب اول حاجه الحله النحاس اللي موجوده ديت، بعد كده بيدخل في اهو، طلع ده تاني كده، يبقى دي حوطة الايه بس المحور كده، وبعديها بيدخل ايه الجول الاولاني دوت يحافظ، بحيث يحافظ عليه. الجول التاني دوت بقى هنشوف منظره بس بعد شويه، شوف بينزل ازاي، ينزل يغطيها كمان يحميها، والسوسته ده ليه 2 جول، هتشوف دلوقتي ليه 2 جول اهو، ونقوم قافلين عليها زي ما انت شايف. نقولها تاني كده اهو. اول حاجه الطرف النحاس اللي موجود هنا بيقوم نازل اهو، وبعديها الجول الاولاني يحوط المحور، وبعد كده الجول التاني، وبعد كده السوستة اللي بتتقفل وتبقى ايه محوطة عليها. طب نشوف كده، ناخد مقطع فيها ونشوف مع بعض ايه اهو يا جماعة. المقطع بتاع الانتي شوك سيستم اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوف عبارة عن ايه بقى، هناخد بالنا ادي المحور اللي قلنا عليه، وادي الحجر الاولاني اللي حطيناه، وادي الحجر التاني اللي حطيناه فوقيه، وادي السوسته اللي ايه موجوده فوق اللي احنا حطيناها. ده مقطع فيه. شوف بقى هيحصل ايه دلوقتي لو اي خبطه، هيحصل ايه. بص هنا، بصوا هنا يا جماعه، بصوا في الحته دي، بصوا في الحته دي، وبصوا السوسته دي هيحصل فيها ايه. بص الخبطه جت حركت الحجر ده لفوق، وكل الحجر بنفسه ما اتخبطش بقى، مش حصل هنا يعني لما حصل هنا تصادم، ادت فرصه، راحت دي طالعه لفوق، راحت السوسته دي طالعه لفوق، واخدت الصدمه اللي هي حصلت للساعه. بص المنظر، بص المنظر هيطلع هنا فوق ازاي، بص هيطلع هنا فوق ازاي اهو. شايف المنظر هنا، نشوفها تاني شوف بيحصل ايه. دي بتطلع لفوق، فخلاص الهزه يحصلها ابزوربشن، ما بيحصلش ايه ان هي تتكسر او تتقطم، مفيش فراغ ليها. بص حصل ايه، بص حصل ايه، بص حصل ايه اهو. يبقى هنا حميت المحور اللي فوق، حميت المحور اللي تحت بالحركه البسيطه ديت، ان انا حطيت السوسته دي في اي خبطه هتخلي السوسته دي تطلع لفوق، فيحصل ايه ان الصدمه دي ما تاثرش على المحور. يبقى زي ما شفنا كده، بص هيتحرك ازاي. اهم حاجه يا جماعه ركزوا هنا، ركزوا هنا. شوف ده هيطلع هياخد الصدمه، فده هيطلع يزق الايه الحجر دوت، والحجر ده يزق السوسته دي، فيبقى في فراغ يتحرك فيه ما يتكسرش، او اي حاجه تانية مش موجوده دي هتتقطم على طول. بص المنظر، بص المنظر، بص المنظر اهو، واضح جدا جدا جدا. فطبعا ده مهم جدا 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 ان احنا نحافظ على المحور ده، لان المحور ده هو فعلا اهم محور في الساعه واضعف محور في الساعه، لان اكبر تقل في الساعه هو الموجود في البالانس ده. وطبعا زي ما قلنا دايما الناس كلها بتفكر فعلا ازاي تحل اي مشكله، بحيث ان هم بيبتدعوا بيفكروا بره الصندوق، وبيحاولوا يطوروا بنفسهم، وحاجه يعني بتبقى جميله ورائعه جدا 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 جدا. طيب هنيجي نتكلم نقول ايه، طب هنزيت ده ازاي، هنحط الزيت فين. نرجع للصوره ديت ونشوف كده.
الزيت يا جماعة بيتحط هنا على الغطا ده، نطلعه هنعمل فيلم عليه مخصوص، هنعمل فيلم عليه مخصوص. شايف الغطا ده؟ الزيت بيتحط من تحت هنا، وبعدين تركب ديت الأول الحاسة دي، وبعديها الجويل ده، وبعديها الجويل التاني، وبعد كده تحط السوستة. يبقى الزيت هيتحط فين؟ يتحط هنا تحت الجويل الموجود اللي فوق ده. وهنا طبعا لما بنحط الزيت هنا من تحت، المحور يا دوب بس هو اللي في الجويل التاني هو ده اللي بيحصل له زيت، ما يطلعش بره او يبوظ. لان اي نقطه زيت يا جماعه هتقع على البالانس، اي نقطه زيت هتقع على الهير سبرينج دوت اللي موجود ده، بتبوظ السبرينج خلاص، وبتخلي الساعه سريعه جدا لانها بتاثر الهير سبرينج دوت، وبتبقى ايه مشكله كبيره جدا. ان شاء الله هنعمل فيديو عملي عليها ان شاء الله، ربنا يسهل باذن الله. في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوف ازاي هنزيتها طبيعي بقى، وازاي هنشوفها بالميكروسكوب كده ازاي نعملها. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. وانا بدي فكره يا جماعه، زي ما بقول لكم دايما ان كل حاجه لازم نفهمها، وكل حاجه لازم نعقلها كويس جدا علشان نقدر نصلح ساعه. لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه، هو مش بس حط زيت وبس حط في اي حته وخلاص. وان شاء الله برضه هنعمل حلقه ازاي نزيت او فين المكان اللي مزيت فيه الجيولز الموجوده في الشاكوش ان شاء الله. وربنا يسهل يا رب ان شاء الله. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم يا رب العالمين، واتمنى انكم تستفيدوا منه، واتمنى ان تشتركوا في القناه وتشتركوا القناه. والله انا بعمل مجهود على قد ما اقدر يعني، بحيث ان انا افيد معظم الناس يعني، ويا رب اقدر افيدهم فعلا واديهم جزء من العلم اللي عند الواحد. واتمنى ان التعليقات بتاعتكم، الناس الجميله اللي بتعمل تعليقات جميله جدا، استاذ عصام اللي بيعمل في التعليقات عندنا في مجموعه عالم تصليح الساعات، يعني راجل الصراحه يعني فوق الممتاز، يعني معلوماته كويسه جدا جدا. وان شاء الله يا رب كلنا نستفيد من مجموعه عالم تصحيح الساعات يا جماعه، وتشتركوا فيها. هسيب اللينك بتاعها ان شاء الله. تمنياتي لكم يا رب العالمين، وربنا يزيدنا علم ويزيدكم علم ويزيد كل الناس علم، ويبارك فيكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.